الناس اللي محققتش احلامها واهدافها في 2026 وافتكرت ان السنه خلصت والاهداف كده خلاص راحت. عايزه اقول لكم ان في فرصه. احنا دخلنا دلوقتي على النص التاني من 2026. النص التاني من 2026 كافي جدا ان انت ممكن تحققي فيهم احلامك واهدافك. كل اللي عايزاكي تعمليه انك تقعدي مع نفسك او تقعد مع نفسك وتبتدي تجيب ورقه وقلم او النوته بتاعتك اللي انت كتبت فيها اهدافك او اللي انت محتاج تكتب فيها اهدافك تاني من اول وجديد. كتابة أهدافك تاني من أول وجديد بتعمل عملية تنشيط لعقلك الباطن، وبتستعيد تركيزك عليهم إن أنت تقدر تقعد تركز عليهم تاني. وكأن أنت بتقول لعقلك الباطن: يا عقلي الباطن أنا عايز أحقق ده كويس أوي. أنت بتدي إشارة لعقلك إن ده أولوية عندك، بتدي إشارة لعقلك إن أنت عايز تحقق الهدف ده. منها أنت بتستعيد تركيزك تاني على نفسك، ومنها تاني أنت بتفكر وبتذكر عقلك الباطن بأهدافك. عشان كده أنا عايزاكم كل يوم الصبح تصحوا تبتدوا تراجعوا اهدافكم، تكتبوها في نوته، وتفتحوا النوته سواء وانتوا بتشربوا الشاي او النسكافيه بتاعكم، وتبتدي تفكروا نفسكم بيهم كل يوم الصبح. عقلنا الباطن بيتبرمج بالتكرار، يعني بمعنى اصح هو بيحب جدا تذكره كل يوم بالحاجه اللي انت عايزها، كانك بتاكد عليه. بتقول له: انا عايزه احقق الهدف ده، انا عايزه احقق الهدف ده، انا بحب الهدف ده، انا عايزه ابقى كده. عقلك الباطن بيتبرمج بالتكرار وبيتبرمج بالمشاعر. يعني هو كمان بيستند على مشاعرك، بيشوفك هل انت فعلا من جواك عايز الهدف ده، ولا انت مجرد بس ان انت جاذبه كده. لان انت لما بتركز على هدفك بمشاعر حقيقية، برغبة حقيقية، بإيمان صادق بجد من جواك ان انت عايزه، عقلك الباطن كأنك بتديله امر هتقفله سنة 2026 دي بقوة، هتقفلوها بنجاح. معظمنا ممكن يكون حصل له ظروف ممكن تكون كانت غصب عنه او ظروف صعبة جدا. احنا مش بنختار الظروف اللي بتحصل لنا، احنا مش بنختار ازاي بداية السنة، لكن ممكن نختار ازاي نقفل السنة.